السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم مع اختكم شيماء الغربويه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الخبز ديال البرجر غير بالماء، وكيجي ما شاء الله خفيف، وكيجي اسفنجي كيف كيبان لكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي ولا اروع، وغير بالماء بلا حليب. نتمنى منكم تدعموا القناه ديالي، واللي ما مشتركش فيه يشترك، وديروا لختكم لايك وتعاليق زوينه في حالكم. وشكرا لكم. بسم الله على بركة الله، ندوزو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، ناخذ واحد الإناء وغادي نبدا نحضر فيه، وفي نفس الوقت نذكر معكم المقادير. عندي واحد كاس ديال الماء، بالنسبة للكيسان الكاس اللي تعبروا به الدقيق هو اللي تعبروا به الماء. انا عندي هادو تقريبا بحال القياس ديال العنبة. خديت كاس ديال الماء سخون كيف كيبان لكم، يعني يكون سخون مزيان. كنضيف ليه تقريبا واحد عاشق ديال الخل، كيف ما كان الخل الابيض اولا غير هاد الخل العادي. واحد عاشق ديال السكر، واحد تقريبا عاشق صغيره ديال الزبده. كنديروها في داك الماء والماء مازال سخون، يعني كدوب لينا ديك الزبيده فيه، كتسهل علينا الخدمه. وغادي ندير واحد جوج عويشقات ديال الزيت على هاد الشكل. وهنا عندي بيضه، غادي ندير الصفار في هاد الجبانيه، والبياض البيض غادي نخوي في الجبانيه الكبيره اللي غادي نخدم بها، والصفار كنخليوه للدهن. غادي نضيف واحد عاشق كبيره ديال الخميره الفوريه على هاد الشكل، تكون عامره مزيان. بالنسبه للجو، حيت الجو دابا بارد، كنديروا العاشق عامره مزيان بومبي. الا كان الجو سخون، يعني كديروا عاشق كبيره عادي بتوسطه وصافي. كنحرك هاد الخليط مع بعضياته حتى تذوب ليا داك الطريف ديال الزبده على هاد الشكل كيف كيبان لكم. وغادي ناخذ الكاس، نفس الكاس اللي عبرت به الماء هو اللي غادي نعبر به الدقيق. غادي نعمرو غير بالعاشق على هاد الشكل، وغادي نخوي على هاد الخليط ديالي، وغادي نخلطو على هاد الشكل حتى يتخلط ليا داك الدقيق مع داك الخليط ديالي كامل، يتخلط مزيان. صافي على هاد الشكل كنخلط الخليط مزيان حتى ما كيبقاوش يبانو لينا دوك الحبيبات ديال الدقيق. وكيف كيبان لكم، يعني دابا انا ما ضفتش الملح، يعني كنخليو داك السكر يتفاعل لينا مع ديك الخميره في الماء سخون. كنخليوهم يتفاعلوا لينا مع بعضياتهم باش كيجي داك البرجر ديالنا، كيجي الخبز ديالو خفيف وكيجي زوين. دابا غادي نغطي هاد الخليط. المرة الأولى غادي نغطيه بواحد البلاستيكة ونخليه يرتاح غير واحد 5 دقايق باش تفاعل لينا داك السكر مع الخميرة كيف قلت لكم. هاد المرحلة الأولى فاش كنديروها كنسهلو علينا العملية ديال الدليك، ما كندلكو لا الخليط ديالنا لا حتى شي حاجة. صافي هنا من بعد ما ارتاح ليا واحد 5 دقايق الأولى، شوفوا الخليط كيف كيبان لكم، يعني تفاعل مع بعضياتو وهكا بحال اللي كيطرغوا، يعني كتفاعل لينا داك الخميرة. دابا عندنا الكاس الثاني ديال الدقيق. هذا الكاس الثاني، شوفوا الخليط كيفاش كيرجع، يعني كيرجع الخليط مرغوي وكيرجع مهوي. غنضيفوا عليها الكاس الثاني ديال الدقيق، وغادي نضيفوا دابا الملحه، وغادي نخلطوا هاد الكاس مزيان ديال الدقيق حتى يدخل ليا في داك الخليط مزيان، ما يبقاش كيبان لينا. خلطوا هكا غير بشي سباتولا هكا العود. يعني هاد الخليط ديالنا ما كنحتاجو لا ندلكوه ولا حتى شي حاجه. صافي على هاد الشكل. من بعد ما كندخل الكاس مزيان، الكاس الثاني ديال الدقيق. دابا غادا نزيد الكاس الثالث. الكاس الثالث غنضيفوه بالتدريج، يعني ضفنا الكاس الاول المره الاولى وخلينا الخليط ديالنا ارتاح لينا ديك 5 دقائق. عاد باش زدنا ضفنا 2 كيسان ديال الدقيق. كنبقاو نضيفو في الكميه ديال الدقيق حتى نكملو الكميه اللي عندنا كامله، يعني كاس ديال الماء كيهز لينا 3 الكيسان ديال الدقيق. هذا الكاس الثالث غادي نكمل الكميه اللي بقات عندي فيه، وكنعجنوا العجين ديالنا غير بشي سباتول هكا ديال العود. يعني العجينه ديالنا ما كتحتاج لاننا لا ندلكوها لا نعطيوها مجهود لا حتى شي حاجه. صافي هنا حيدت السباتولا وغادي نحاول هكا نجمعها بيديا. وكيف عيبان لكم الخليط انه راه كيتلصق، ولكن السر ديال هاد البرجر ديالنا هو ان الخليط ديالنا اولا العجينه ديالنا تبقى مرخوفه. كل ما بقات مرخوفه كل ما كيجي البرجر ديالنا كيجي رطب وكيجي مهوي من الداخل.
صافي على هاد الشكل كيف كيبان لكم كنحاول هكا غير نخبطها هكا مع الجناب باش نتاكد ان الدقيق ما بقاش فيها. وما شاء الله يعني فاش كنديرو دوك المراحل الاولين مع الماء سخون يعني بحال اللي كدلك راسها. هنا صافي دهنت يديا بالزيت وكنحاول هكا نجمع دوك الجوانب كاملين ديال العجينه. وشوفوا ما شاء الله العجينه ديالنا كيفاش كتبان، يعني كتبان بحال لانها مدلوكه. صافي على هاد الشكل كيف كيبان لكم غادي نحاول هكا ندهنها بالزيت من التحت ومن الفوق، وغادي نغطيها بواحد بلاستيكه ونغطيها هكا بشي فوطه اولا بشي كاشه اللي تكون صغيره ونخليها تخمر. بالنسبه للوقت اللي كيكون الجو بارد، بالنسبه للوقت اللي كيكون الجو سخون راه دغيا كتخمر لينا. صافي كنخليوها تخمر حتى كيتفاعل الحجم ديالها وكيتضاعف الحجم ديالها مزيان. يعني راه على حسب الجو كيف قلت لكم، يعني على حسب الجو. الا كان الجو بارد كتاخد شويه الوقت، كان الحال سخون راه دغيا كتخمر لينا العجينه. ضروري انكم تخليو العجينه ديال البرجر ديالنا تخمر لينا مزيان، كل ما خمرت كل ما كينجح لكم الخبز ديال البرجر كيجي زوين. صافي على هذا الشكل كيف كيبان لكم يعني ضاعف الحجم ديال الخليط ديالنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش خمرات، يعني كتخمر مزيان. دابا غادي ناخذ واحد شويه الزيت اللي غادي نخدم به، غير شويه ما كنكترش، وغادي ننزل ديك العجينه ننزل من هذاك الهواء، نعاود نجمعها هكا نجمعها كامله مزيان. وفي هذه المرحله كتحسوا بالعجينه ديالكم خفيفه خفيفه ما شاء الله بحال الشهده. صافي على هذا الشكل كنحاول هكا ننزل منها كاع داك الهواء. وانا غادي ندهن سطح العمل بواحد شويه زيت، غير شويه ما تكتروش، باش من تجيو هكا تجمعوا في الكريات ديالكم يبقاو يتجمعوا لكم هكا من التحت، ما يبقاش داك الزيت الا كثرتو الزيت ما غاديش يخليهم يتجمعوا. هنا كناخذ لاطه ديال الفران كنفرش ليها البابي كويسون، من الافضل تفرشوا ليها بابي كويسون. انا راه ما كانش بقى عندي داك الطريف هو اللي قضيت به، ولكن من الافضل تفرشوه. الا ما كانش متوفر عندكم حاولوا دهنوا اللاطه ديالكم بالزيت. غير من الافضل تفرشوه، حيت فاش كندهنوا هاد الكرات ديالنا بصفارة البيض كيهبط مع الجناب كيلصقوا لينا في اللاطه الا كانت ما مفرشاش لينا بالكاغيط ديال الزبده. صافي كنحاول هكا ندير كريات اللي يكونوا متساويين. وهذا هو الحجم اللي درت فيهم انا تقريبا واحد 40 غرام، يعني كيجيو ما هما صغار ما هما كبار كيف ما بان لكم في الاول ديال الفيديو. كنحاول هكا نقادهم ونعطيهم نفس الحجم كاملين. ما شاء الله هنا راه كتحسوا بالعجينه ديالكم خفيفه خفيفه ما شاء الله. كتجي واحد العجينه اللي زوينه وكتخرج كميه تبارك الله اللي زوينه. هكا ديروها في بلاستيكات وتحتفظوا به في الفريغو، يعني ما كيطرى ليه حتى شي حاجه كيبقى زوين. صافي غادي نبقى مستمره على هاد الطريقه حتى نكمل الكريات اللي عندي كاملين. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، شوف ما شاء الله شحال خرجات. يعني كنحاول هكا نبعدهم من بعض مع بعضياتهم، حيت مازال غادي يزيد يضاعف الحجم ديالهم. هنا غادي ندهن صبعاني هكا بشويه الزيت وغادي نحاول هكا نضغط عليهم باش ما يجيوش طالعين بزاف وما يجيش فيهم الباباء هكا لداخل، يجيو هكا خفاف من الداخل. كنحاول هكا نضغط عليهم باش ما يجيوناش غلاط. وحتى لا خليتوهم ما تغطوش عليهم كيتشقوا كيتفرقعوا. يعني من الافضل هكا تضغطوا ليهم على الحجم ديالهم باش كيجيو زوينين، حيت مازال غادي نزيدو يخمروا ليكم. واخا تضغطوا عليهم راه مازال غادي نزيدو يخمروا. كنحاول هكا نضغط عليهم كاملين على هذا الشكل. دابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق وغادي ندهنهم بداك صفارة البيض اللي خليت من البيضه في الاول. بالنسبه لداك بياض البيض اللي ضفنا في الخليط في الاول في العجينه تقدروا ما تضيفوهش، ولكن غير فاش اننا كنكونوا محتاجين الصفار باش ندهنوا به داك البياض ما كاين لاش يضيع، يعني كنضيفوه في العجين. وما انه هو راه ماشي ضروري نقدروا نستغناو عليه ما نديروهش كاع. صافي كندهنهم هكا من بعد ما ارتاحوا ليا واحد 5 دقائق، يعني كيكونوا مازال ما خمروش الخمره الاخرى اللي صافي غادي ندخلوهم للفران. كندهنوهم قبل ما يخمروا لينا الخمره الاخرى باش ما نكونوا ندهنوا فيهم ما ننزلوش ليهم داك الخميره اللي كيكونوا خمروها.
يعني هنا كنخليهم يرتاحوا غير واحد 5 دقائق، وكندهنهم هكا بصفرة البيض، وغادي نرشهم بشويه ديال الزنجلان. من الافضل الا كان عندكم الزنجلان الابيض كيجي زوين فيها. صافي كنحاول هكا نرش عليهم هكا شويه زنجلان، وغادي ندخلهم الفران. فران بارد عين ندخلهم فيه باش يخمروا ليا. بالنسبه لهاد الجوج حيت سخون، ندخلهم في الفران ونخليهم حتى يخمروا. صافي على هاد الشكل غادي ندخلهم للفران ونخليهم يخمروا على خاطرهم. هنا بالنسبه للكفته بغيت نشارك معكم هاد الطريقه باش كنشرم الكفته. هنا عندي كميه ديال الكفته، يعني كديروا الكفته الكميه اللي متوفره عندكم. حكيت واحد جوج فصوص ديال الثومه، وكنضيف عليهم واحد العشق هكا ديال القزبر ومعدنوس، واحد شويه الملح حيت عندي غير شويه الكفته، وشويه ديال التحميره، وشويه الكمون، وواحد القبيصه ديال البزار. وغادي نحك عليهم واحد الطريف ديال البصله. صافي على هاد الشكل. وغادي نضيف ليهم واحد شويه الزيت باش تجي ديك الكفته ديالنا رطبه حتى من الداخل. وغادي نحاول هكا نخلطها مزيان هكا بين يديا. صراحه هاد التشرميله كتجي بها زوينه، كيجي بها البرجر ديالنا زوين. دابا غادي ناخذ واحد بلاستيك على هاد الشكل، وغادي ندير هاد الكميه اللي عندي غادي نقطعها على 6 ديال الكريات هكا صغار، يعني كيجيو غير متوسطين ما كيجيوش كبر بزاف. كنحاول هكا ندير هادوك الكرات متساويين، وكنوزعهم هكا على هاد الشكل كيف كيبان لكم في واحد البلاستيك. غادي نقلب عليهم ديك الجهه الاخرى ديال البلاستيك اللي بقات عندي في بحال هاد الشكل. وغادي ناخذ هكا شي غلاقه اولا شي اناء هكا داير، وغادي نضغط عليها. يعني ما كتحتاجولاش تبقاو انكم تبسطوها بين يديكم، كتبقى تلصق لينا هكا في يدينا. وبالنسبه لهاد المرحله تقدروا ديروا حتى الكفته هكا الا كانت عندكم كثيره، ديروا ليها هاد الطريقه، يعني تشرملوها وكلشي وديروها على هاد الشكل، وتدخلوها هكا الفريغو، يعني وقت ما بغيتوها كتجبدوها وكتخدموا بها. صافي هنا من بعد ما ضغطت عليهم غادي نقلب ديك الغلاقه، وغادي نحاول هكا نجمع ليها الجديبات باش يتجمعوا لينا دوك الجناب ويتقاد ليهم الشكل ديالهم. صافي على هاد الشكل. وغادي نديرهم بحال هكا كيف قلت لكم، يعني في هذه المرحله تقدروا تدخلوهم حتى للفريغو. خليتهم يرتاحوا على جنب، ودزت هنا البرجر ديالي لقيته هنا خمر. خرجته من الفران وشعلت الفران يسخن ليا واحد 5 دقائق، حيت باش غادي ندخلو يطيب حتى كيطيب لينا وكياخذ لينا هاد اللوين الزوين المذهب. يعني كتخليهم حتى كيطيب ليكم على خاطرو. وهنا راه مازال سخون كيف كيبان لكم، يعني القشره ديالو كتكون شويه قاصحه. غادي نغطيه بواحد البلاستيكه، وغادي ندير عليه هكا شي فوطه من الفوق، ونخليه غير واحد 4 دقائق اولا 3 دقائق، غير يرجع عليه الصهد ديالو. كيف كيبان لكم هنا راه مازال سخون، يعني غادي نخليه نغطيه بديك البلاستيكه وبداك الزويف، ونخليه يرجع عليه الصهد باش كيرطاب لينا. وتقدروا دهنوه حتى بشويه الزيت هكا من الفوق عاد باش تغطيوه، كتبقى فيه ديك اللمعه زوينه. شوفوا هنا ما شاء الله من بعد ما كيبرد لينا البرجر ديالنا، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي الخبز ديالو. يعني شوفي واخا تنورك عليه يعني كيرجع، باش تعرفوا انه راه مهوي من الداخل، ما مدقص ما ثقيل ما حتى شي حاجه. يعني ان شاء الله غادي ينجح لكم هذا الخبز البرجر من اول مره ان شاء الله. وهنا نقول لكم بالصحه والراحه، وشكرا لكم بزاف.